تمام يا فندم. اتفضل. ايه اللي جايبك؟ جاي اشوف الموت في عينيك انت لابس البدله الحمراء. اطمني، انا بموت كل يوم. مش مستني بصة الكورة اللي في عينيك دي. عارف يا عادل، انا اتعلمت الحب على ايدك، وعلى قد ما حبيتك على قد ما كرهتك. عارف لما كنت بشوف الناس بيقعدوا يتشمتوا في بعض كنت قاعد اقول لي كده، لا هم لا شماتة. بس تصدق دلوقتي عذرتهم، اصل الشماتة طلع طعمها حلو قوي يا عادل، قوي. قومي امشي يا شادية. بس عليك يا عادل، انا مصدقت انك توافق على الزيارة، استخسر فيا حبة اقعد اتشمتهم فيك. يا اخي ده انت واخد حتة من قلبي. انت فاكر نفسك قتلت ابويا بس؟ لا، انت قتلت ابويا وقتلت اخويا وقتلت امي وقتلت اختي كمان. انا فتحت عينيا من وانا عيله صغيره ما لقيتش قدامي غيره. لو انت فاكر انك كده هتصعب عليا، لا يا عادل، لسه ما شبعت الشماتة فيك، عشان كده هجيلك تاني. بس والنبي وهترفض الزيارة، وخلي بالك انا مش هجيلك ايدي فاضية. انا هجيب لك معايا سجاير واكل وشرب وكل اللي انت عايزه، وهفضل ازورك لحد ما ينفذوا فيك حكم الاعدام. بس لما اطلب زيارتك والنبي يا عادل وحياتي عندك ما ترفض. قومي امشي يا شادية، ابوس ايدك. اوعى ترفض والنبي يا عادل عشان خاطري، ها؟ قومي امشي. الزيارة انتهت يا فندم. ماشي يا عادل، انا همشي بس هاجيلك تاني. اوعى ترفض، ها؟ تمام يا فندم. خد بالك يا عادل، انا عارف ان اللي جت دي بنت القتيل. لو جات لي تاني ما تدخلهاش. ارمي حملك على الله، يمكن ربنا يكرمك وفي النار تاخد تأبيدة. تأبيدة؟ انا هموت ارحم من اللي انا فيه. اصبر يا صاحبي، ده الصبر على البال وعبادة. وحد الله في قلبك كده. يا اختي كفايه حزن، حرام عليكي قلبك وصحتك. الحداد 3 ايام. شادية طول عمرها متربية معايا، وعم السنة الله يرحمه في مقام أبويا. الله يرحمه والنبي، راجل طيب وسيرته حلوه على كل لسان. هي شادية يا اختي ناويه تقف في المكتبه؟ معقوله؟ البت دماغها ضربت من يوم الحادثة، لا مش ممكن تفكر في المكتبة. يا اختي انتي صاحبتها وعارفه بتفكر ازاي ورايحه على فين، انتي ادرى بيها.
هي مش ممكن تقعد في المكتبة من غير أبوها، ده الشقة روشاه ومش عارفة تنام فيها من غيره. عشان كده بقول احسن تبيعها. أكيد هتبيع. اهو انا بقى قصدكي في خدمه. فاكره اخويا رمزي اللي كان مهاجر بلاد بره؟ عارفاه، إلا إزاي صحيح؟ الحمد لله. محد سمع عنه حاجة بقاله كتير. لا ما هو ناوي يرجع، بس هو بعت قرشين كده عشان نشتري له مكتبه في الحته. والله أحسن، وحتى كمان يشوف أبوه وأمه. يا اختي ما هو ناوي يرجع ويقعد ويترستق، بس يا اختي خايف يسيب هناك يتسوح. قال ايه عايزنا نشتري له مكتبه هنا، واحنا دلوقتي قدامنا مكتبه السن. عايزاكي بقى تكلمي البت شاديه تحنني قلبها كده في السعر، واحنا نشتري النهارده قبل بكره. حاضر، أكلمها لك. هستنى ردك. لا بس مش معقولة اليومين دول. يا اختي جستي نبضها. حاضر يا نعيم. كتر خيرك يا حبيبتي، تسلمين. يلا بقى هقوم انا بقى عشان اتاخرت. ما انتي قاعدة يا نعيم. النبي سايبه العيال في البيت، زمانهم كسروا اللي في البيت، ما بيسيبوش يا اختي حاجه في مطرحها. طب كملي العصير. ايوه النبي يا اختي انا ريقي ناش، مش عارفه باخد دواء يا اختي بينشف الريق ولا ايه. يلا يا حبيبتي، وكفايه حزن بقى. اللي راح يا حبيبتي، اللي مات ما بيرجعش. فكري في نفسك وفي مصلحتك. يلا يا حبيبتي، وفي صحتك وقلبك. يلا يا ماما. نورتي يا حبيبتي. الله يخليكي يا حبيبي، تعيش وما تنسيش الموضوع اللي قلت لك عليه، والنبي ما تنسيه. حاضر يا حبيبتي. سلمي لي على ماما. حاضر يا حبيبتي، يوصل ان شاء الله. سلام. سلام. انت صاحيه يا ماما؟ ايوه يا اختي، وسامعاك وانتوا بتتكلموا. طب ما جيتيش تقعدي معانا ليه؟ البت دي قلبي ما بحبهاش خالص، مع انها والله ما عملت لي حاجه، انما القلب بقى وما يريد. لا، وجايب موضوع يقلب الدماغ. ايه خير؟ عايزه ايه؟ قال اخوها رمزي بعت لها فلوس. ايه؟ رمزي بعت لها فلوس؟ ده ما سالش على امه ساعه ما سافر. ها وبعدين؟ عاوزها تشتري له مكتبة السني. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، الكلام ده يا بنت بجد؟ والله يا ماما. لا، الموضوع ده فيه إن وفيه إن وفيه إن كمان. شغل مخلص بينضرب وبيتصور من وراه. يا لهوي. ومحروس كمان، الفلوس جريت في ايده كده فجأة. بقول لك ايه، انت ما تسكتيش على الكلام ده خالص، انت لازم تقولي المخلص. يا ماما انا ما اقدرش اقول له كده، دول اخوات، انا كده بوقع ما بينهم. بقول لك ايه، الاتنين ولادي، بس انا بقى بطمن لمخلص وبخاف من محروس. جوزك طيب وغلبان قوي يا بنتي، والله العظيم غلبان. كان نفسي اجيب له حتة عيل، هموت نفسي. ده انا راضية بعيل من بطن واحدة تانية. طب اعمل ايه تاني؟ معلش يا بنتي، ان شاء الله ربك يأذن، ومفيش حاجة في الدنيا ابدا ترد إذن. قولي بس يا رب. يا رب. انا هقوم اعمل شاي، تشربي معايا شاي؟ ماشي يا ماما. اعمل لك حاجة تاكليها يا اختي؟ لا يا حبيبتي. طيب. اهي الجامعة قفلت وشكلنا كده هنقعد على الرصيف. ربنا يسترها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مخلص، الواد سعيد تعبان قوي. طب انا اعمل له ايه؟ ما يولع بجاز. طبعا استنى برمندي. نعم يا ريس. اتكل على الله انت وتعالى لي بكره الساعه 9 الصبح. حاضر يا ريس. ما تتاخرش. حاضر يا ريس. ما توديه مستشفى يا اخي ولا اي نصيبه. مستشفى ايه؟ ده ما بينطقش خالص، وبعدين لو وديناه مستشفى هيقعدوا يسالوا مين اللي ضربه كده. كانك انت في المصايب موجود وما تعرفش تحل. اتفضل قصادي. يا ساتر، الريحة دي. يا نهار اسود، انت سايبه مرمي كده؟ ولا سعيد؟ سعيد؟
ده قطع النفس. ما انا من ساعتها بحاول يعني افوقه، ما نفعش خالص. انت ما قلتليش ليه؟ ما انا كنت خايف اقول لك يا مخلص. خايف؟ ده الواد قطع النفس. طب انت ازاي بتسعف بسرعه؟ لا انت اتجننت. اسعاف ايه؟ اسعاف يعني سين وجيم يا مخلص، ما توديناش في داهيه. هو انا لسه ما رحتش في داهيه، انا رحت في داهيه. ده الواد مات يا معروف. اهدى، ما توديناش في داهيه. اهدى، قتل قتله ايه؟ حد شاف حاجه الا انا وانت؟ خلاص اهدى واحنا نحلها. لكن تقول لي سين وجيم؟ بص يا سيدي، دلوقتي الدنيا في الشوارع زيطه، مظاهرات على بلطجيه على شرطه، مين بيضرب في مين محدش عارف. احنا ناخده نرميه في مظاهره من دول والله يرحمه، انما تقول لي سين وجيم وتضيع مني ده برقاب. سعيد تخافش اهدى اهدى يا اخويا، لحسن تضيع مني. اهدى يا اخويا.